الزمالك يا جماعه يتعاقد مع المدير الفني الجديد، خلاص عرفناه، يانيك فيريرا. طبعا انا كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو. هو بلجيكي، صغير في السن، عنده 44 سنه. ومش بس هو صغير في السن دلوقتي، لا هو كان اصغر مدرب مسك في الدوري البلجيكي، ومع ذلك حقق انجازات. مسك فرقه في الدرجه الثانيه وطلع بيهم، خد بيهم الدوري، وتقريبا خد بطوله كاس. ده غير ان هو مسك قبل كده في الدوري السعودي، تقريبا مسك الفتح ومسك الشباب، فهو يعرف شويه عن الكره الافريقيه. بس انا نقطتي ان هو ما دربش قبل كده في مصر، فمش عارف الكره المصريه ماشيه ازاي، فده هياخد مننا وقت ومجهود عقبال ما يعرفها بصراحه. طيب، يانيك فيريرا هيجي معاه 4 مساعدين، اللي هم هيكون مدرب حراس مرمى، مدرب مساعد، محلل اداء، معد بدني، بالاضافه الى مساعد مصري. طيب بس كده؟ لا، هو هيجي اولا نهايه الاسبوع ده. طيب الاتفاق المفروض ان هو هيمضي معانا 2 سنين، بس انا شايفه ان هي المفروض 1 سنة وتتجدد لو عرف ينسجم معانا، او يعني ستايله يمشي مع الزمالك، عشان احنا بنعاني في النقطه دي. ومش عايزين بقى ندخل في قصه فسخ عقود وشروط جزائيه، عشان احنا بصراحه خدنا من الكلام ده كتير قوي. يانيك فيريرا انا مش عارفه هو مدرب كويس ولا لا، عشان نكون صراحه مع بعض. هو ممكن يكون مدرب كويس قوي بس بطريقه معينه ما تناسبش الزمالك، وممكن يكون مدرب كويس قوي ويناسب الزمالك. انا مشكلتي دايما مع المدربين ان لازم التجربه هي اللي تحكم، فده بياخد وقت. اتمنى من جمهور نادي الزمالك ان احنا نصبر عليه على الاقل اول 3-4 ماتشات، نشوف حتى هو هيمشي معانا، يعني فكره ده يمشي مع مدرسة الفن والهندسة ولا لا، خصوصا ان هو معاه فترة الاعداد كاملة، فكفاية قوي عليه 3-4 ماتشات. بالنسبة لي انا كنت ممكن اصبر عليه ماتشات اكتر من كده، اللي هو جاي في نص السنة بقى وما عندوش وقت والكلام ده، بس لا، انا بالنسبة لي كده هو فترة كافية قوي نقدر نحكم عليه من 3 ماتشات 4 كده. فان شاء الله يبقى بداية خير وبداية مبشرة، اتمنى له الافضل واتمنى ان هو يستمر معانا والله. بس يا ريت العقد يكون كويس، يعني 1 سنة وممكن تتجدد تلقائي، مش 2 سنين عشان لو حبينا نفسخ العقد يحصل لنا مشاكل.